عرفت منطقة كتلة زمور العديد من المناوشات والمعارك بين المغرب وجبهة البوليزاريو، وكانت هذه المعارك شرسة وعنيفة وتجري غالبا خلال الظلام في الساعات المتأخرة من الليل أو قبل الفجر. وأشهر هذه المعارك هي معركة سنة 1981، ويرجع تاريخ هذه المعركة إلى 13 أكتوبر 1981، وانتصرت جبهة البوليزاريو في هذه المعركة التي استخدمت فيها معدات حربية جديدة لأول مرة كصواريخ سام 6 وبي ام بي، وهي مدرعات سريعة وقادرة على نقل المشاة بسرعة إلى الخطوط الأمامية لإطلاق النار، بالإضافة إلى دبابات تي 54 والتي 55 ومدرعات بي تي ار ومدرعات كاسكافيل في الوقت الذي كان فيه المغرب يجهل تماما وجود هذه المعدات الجديدة لدى جبهة البوليزاريو. وبالتالي فإن هذه المعركة كانت الخسائر فادحة لدى القوات المسلحة الملكية المغربية التي تم إسقاط العديد من طائراتها في هذه المعركة. طائرة من طراز سي 130 والتي كان يطلق عليها عناصر البوليزاريو اسم الكشافة، وطائرة من طراز ميراج F1، وطائرة من طراز نوتروب F5، ومروحية عسكرية من طراز بوما. واستشهد العديد من المغاربة بعد قتال عنيف مع عناصر البوليزاريو، وهرب بعض الجنود المغاربة نحو بقرع. أما الذين بقوا في الميدان فمنهم من اختار أن ينتحر باستعمال رشاشه ليتفادى الأسر والتعذيب، وآخرون سقطوا أسرى لدى البوليزاريو. بدأت المعركة بعد أن أسقطت البوليزاريو طائرة سي 130 التابعة للقوات الملكية الجوية بواسطة صواريخ سام 6، وقد كانت هذه الإشارة كافية لبداية المعركة، حيث شنت مدفعية البوليزاريو بي ام 21 جراد الملقبة بأورك ستالين هجوما عنيفا على الجنود المغاربة الذين هرب الكثير منهم نحو بقرع بسبب هذه المعدات والآليات التي استخدمتها البوليزاريو لأول مرة في هذه المعركة. حوالي الساعة 11 صباحا، وبعد مرور أكثر من 5 ساعات منذ إسقاط طائرة استطلاع سي 130، لم يكن لدى القيادة المركزية في الجيش المغربي أي فكرة عما يجري في كتلة زمور. لهذا قرر الجيش المغربي إرسال طائرتين مقاتلتين، طائرة من طراز نورتروب F5 وطائرة من طراز ميراج F1، أقلعتا من العيون لمعرفة ما يجري. وفور وصول هذه الطائرات لكتلة زمور أطلق عناصر البوليزاريو صواريخ سام 6 والتي أسقطت الطائرة المقاتلة من طراز نورتروب F5، مما أدى إلى وفاة الطيار. وفي حدود 4 مساء كان القتال قد وصل إلى القاعدة العسكرية المغربية الرئيسية الواقعة غرب الكتلة، وقد استمرت المواجهة الشرسة طوال ذاك المساء، لأنه في هذه القاعدة توجد غالبية المدفعية الثقيلة. ومع حلول الظلام كانت هناك وقفة غير سالمة من إطلاق النار المنقطع. وفي
14 أكتوبر 1981 ثاني أيام هذه المعركة حلق فوق سماء كتلة زمور سرب جديد من الطائرات المقاتلة المغربية، وأطلق عليها عناصر البوليزاريو صاروخ سام 9، وأسقط طائرة من ميراج F1، وتوفي الطيار لتكون هذه هي الطائرة الثالثة التي يتم تدميرها في أقل من 24 ساعة. وتمكنت وحدات البوليزاريو من السيطرة على القاعدة العسكرية المغربية ومقر القيادة، وكذلك القبض على الجنود المغاربة والآليات المتواجدة هناك. وفي حوالي الساعة الثالثة زوالا سيطرت البوليزاريو على كتلة زمور بالكامل، واستضافت مجموعة من الصحفيين الأجانب للتحقيق الميداني حول حجم المعركة. وقد استمرت المناوشات بين البوليزاريو والمغرب في هذه المنطقة إلى غاية 29 أكتوبر 1981، وقد استحوذت البوليزاريو في هذه المعركة على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والآليات، بالإضافة إلى أسر 204 جندي و6 ضباط. في سنة 1987 أنهت القوات المسلحة المغربية بناء آخر الشطر من الجدار الرملي، والذي أصبح طوله 2500 كيلومتر، مما منح المغرب تفوقا عسكريا كبيرا. وقد كانت آخر معركة بين البوليزاريو والمغرب في أكتوبر 1989، والتي خسرت فيها البوليزاريو عددا كبيرا من جنودها بسبب التفوق العسكري المغربي.